السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد وفي طبق جديد من اطباق شيماء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكيكه اللي درت الاخت ديالي في العيد ميلاد ديالها. درتها بالعجينه ديال الشكلاط. كتجي زوينه والمذاق ديالها لذيذ احسن من العجينه ديال السكر. فهنايا انا مولفه كنصاوبها بالكريمه ديال الزبده اولا بالكريمه ديال الخفق العاديه. فاول مره كنصاوبها بالكاناج. خليكم مع الفيديو وشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي الكاناج غادي نصاوب بجوج. واحد غادي نصاوب به الحشوه والثاني غادي نغلف به هذيك الكيكه من برا. فهذا اللي غنصاوب معكم دابا هو اللي غادي نصاوب به الحشوه اللي غادي ندير فيه 300 غرام ديال الشوكولاته ابيض يكون من نوعيه جيده و200 غرام ديال الكريمه السائله اللي كتكون سخونه وكنكبها على داك الشوكولاط وكنخلطهم وكنغطيهم بالسلوفان مزيان وكنحط يعني السلوفان على السطح ديال داك الخليط باش ما كيديرليش واحد القشره وكنحطهم كيباتوا ليله كامله. غادي نصاوب حتى الكريم باتيسير غادي ندير لها نفس العمليه غنخلطها على ما كتطلع كتعقد وغادي نغطيها وغادي نخليها. هنايا راني كندير الكانج ديال التغليف. بالنسبه لهذا الكانج راني درت فيه واحد الغلط حيت اول مره غادي نصاوبه يعني ما عمري ما صاوبته. فحتى هذا النوع ديال الكيك اول مره غادي نجربه. فايته جربته ولكن بالكريمه ديال الزبده. فبالكاناج اول مره غنصاوبه. بالنسبه لهذا الكاناج كديروا 600 غرام ديال الشوكولات مع 200 غرام ديال الكريمه السائله كتفرقوها على جوج. نص كديروه دافي ونص كديروه سخون ويعني كذوبوا داك الشوكولات ومن بعد عاد كتضيفوا ديك الكميه اللي بقات ديال الكريمه بارده. غادي نغطيه حتى هو وغادي نخليه في الجنيب كيباتوا بثلاثه بهم ليله كامله. الكريم ديال الحشوه والكاناج ديال الحشوه والكاناج ديال التغليف والكريم باتيسير. كما شفتوا عندي النوغا اللي وجدتها وطحنتها في الخلاط غير هرمشتها. هنايا من بعد ما كيباتوا صافي كناخذ داك الكاناج اللي غادي نصاوب به الحشوه ندوزو في الطراب الكهربائي ولا يعني الطراب ديال العجانه. غادي نخلطو مع الكريم باتيسير حتى كيندمجوا مزيان وكنحس بداك الخليط يعني تطلق كما غادي تشوفوا في الفيديو. غادي نديروه في بوشيطه باش غادي نبدا نمونطي هذيك الحلوه ديالي. هنايا كما شفتوا راني كندير داك الكاناج في اللي صوبته مع الكريم باتيسير. كنديرو في البوشيطه باش غادي نبدا نمونطي كما قلت لكم. بالنسبه للطريقه ديال الجينواز ما شاركتهاش معكم في هذا الفيديو ولكن رافيت لي شاركتها في القناه بزاف ديال المرات. غادي نخليكم فيديو ديال الطريقه ديالها راه كتجي زوينه وهي المعتمده عندي يعني ما كنبدلها حتى شي جينواز اخر. كتجي خفيفه بزاف وكتجي حتى المذاق ديالها بنين وما فيها لا زيت لا حتى شي حاجه يعني غير بالبيض. هنايا غادي نحط هذيك العجينه او الجينواز وغادي نسقيها بالسيرو مزيان. كنضيف عليها هذيك الكريم اللي درت باش غادي نمونطي وغادي نقادها بواحد المعلقه ولا شي حاجه يعني باش تعاونكم. غتقادوها انا عوجتها المعلقه. غادي تقادوها مزيان وكديروا داك النوغا ولا داكشي باش بغيتو تنكهوها من الداخل. تقدروا ديروا هي الجنيبات بهذا الكاناج والوسط تعمروا بالكونفيتور ولا شي حاجه يعني نتوما لكم الاختيار باش ما بغيتو تعمروها. انا بالنسبه لي كتعجبني غير النوغا ديال اللوز فهي اللي كندير ديما. غادي نبقى نضيف يعني الطبقات ديال الجينواز. كل مره نضيف وحده كنسقيها بالسيرو كندير نفس العمليه حتى كنكملهم كاملين. بالنسبه للقالب ديال الجينواز كتصاوبوا القالب فين طيبتوها غير هو كتغلفوه بالسلوفان وكتخليو الجناب ديالو خارجين باش كيجيكم ساهل باش تقلبوها. هاد الطريقه يعني كتجي سهله ومعتمده. بالنسبه للكاناج اللي قلت لكم ديال التغلف علاش ما صدقليش حيت ما درتش الطريقه اللي شرحت لكم في الاول. ما خليتش الكميه ديال
ما خديتش الكميه ديال الكريمه وقسمتها على جوج وخليت نص بارد ونص يعني دفيته باش يذوب لي الشكلاط. فانا درت يعني الكريمه دافيه دقه واحده وذوبت فيها الشكلاط بحال كيما درت الكريمه اللي درت في الحشوه. وهذاك هو الغلط، فانتم كتفرقوا هذيك الكريمه على جوج باش كتصدق لكم الكاناج. والغلط الثاني اللي درت هو ان النوعيه ديال الشكلاط كانت خايبه، فمنين تكونوا باغيين تصاوبوه ردوا البال مزيان النوعيه ديال الشكلاط وخذوا نوعيه جيده. فإلا لاحظتوا في الفيديو راه الشكلاط اللي خدمت به في الكاناج ديال الحشوه ماشي نفس النوع اللي صوبت في الكاناج باش غادي نغلف، فكان هذاك خطأ مني. ولكن ماشي مشكل، بنادم من الاخطاء ديالو راه كيتعلم. وهذه التجربه الاولى، انا مأكده التجربه الثانيه غادي تكون مزيانه. فداك الشيء علاش كنشارك معكم يعني اي حاجه، ما غاديش نقول لكم ديروا نفس الحاجه وانا راني وقعت في واحد الغلط. تردوا البال حتى نتوما لان شحال من حاجه وتقدروا يعني تقلبوا في بزاف ديال البلايص كتلقاو بزاف ديال الطرق وشوفوا الطريقه اللي صحيحه وديروها. هنايا غادي نغطيها مزيان وغادي نديرها في الثلاجه باش كتبرد وكتجيني سهله فاش تبغيو تغلفوها، كتجيكم سهله. وغادي نخليها في الثلاجه. غادي نجبد داك الكاناج اللي درت فيه ديك الحريره، هانتوما شفتوا كي جا قاصح وحتى الشكلاط كيبان حرش حيت النوعيه ديالو ما مزياناش. وغادي ندوزو في الطراب الكهربائي حتى كيتسلق مزيان. نتوما بالنسبه لكم راه غيولي كريمه، غيولي بحال هذاك اللي شفتوني كنعمر به الوسط هكاك خصو يكون. هانتوما شوفوا هذا كي جا ماشي مزيان وبقى يعني حرش. غادي نعمر به بوشيطه باش تجيني سهله. وغادي نبدا نغلف دوك الجنيبات، كتحاولوا تقادوهم وكيجيو الجناب تقريبا قياس واحد، والقنيتات يعني كيجيو حاولوا ديروهم قنتين. فهنايا غادي نسقي ديك الطبقه التاليه حيت ما سقيتهاش قبل ما ندخلها الثلاجه، وغادي نقلبها وغادي نبدا نعمر. فهنايا كما كتشوفوا راه جا الكناج محبب وما بغاش ما كيبغيش يلصق ليا على الكيكه. راه عذبني بزاف في الاول، من بعد بقيت كنفكر كيفاش ندير نقادو. قلت غادي نغلفو بالسلوفان، وفعلا غلفتو بالسلوفان وبقيت كنقادو من الفوق. وغادي نخليه يبرد في الثلاجه وتقاد ليا في التالي يعني بديك الطريقه راه تقاد. فانتوما ما غاديش يعذبكم بحال هكا حيت كيجي كريمه كيجي ساهل. هانتوما كيولي على هذا الشكل من بعد اجا نخرجو. منين كندير له ديك السلوفان جا مقاد. هنايا غادي ندير العجينه ديال الشكلاط باش غادي نزوق الكيكه من الفوق. كندير فيها 2 معالق كبار ديال الكليكوز، معلقه صغيره ديال الناباج، و250 غرام ديال الشكلاط ابيض يكون من نوعيه جيده. غادي ندوبهم مزيان فوق البوطه وحتى كيذوبوا كيوليو يعني بحال المسكه. واخا كيطلقوا الماء ما تخافوش منهم،
من بعد ما كيذوبوا مزيان غادي نضيف عليهم ديك الورقه ديال الجيلاتين اللي صفيتها من الماء، وكنزيد نخلطها مزيان مزيان، وكنطفي البوطه، وكنديروا على داك سكر كلاصي سبيسيال، وكنبقى ندخل يعني داك السكر كلاصي كندخلو في العجينه. غادي نخليكم مع الفيديو بمراحل باش ما تلفوش. هنايا كما شفتوا راني درت الجيلاتين وحركته مزيان ودرته على ديك السكر كلاصي. خصو يكون سخون فاش ديروه السكر كلاصي وما تخافوش منه، يعني راك تقدروا تخدموا به بيديكم. وكنضيف عليه الملون في هذه المرحله باش يطلق داك اللون الابيض ناصع، وكتقدروا تضيفوا عليه الالوان يعني بكل اريحيه، كيجيو ناصعين وزوينين. هنا طلقت العجينه وغادي نبدا نزوقها بهذا الشكل هذا. غندير بحال القشور ديال الحوت. غادي نكمل ديك الكيكه كلها بديك الطريقه. غادي نبقى نضيف غير اللون الاحمر بالدرجات باش كيجيني واحد شويه مفتوح وواحد اغلق منه وانا غاديه. بالنسبه للباقي غادي نخليكم يعني تزيين اختياري، كل واحد شنو كيبغي يدير. وحتى التزيين راه حتى كتكونوا في ديك اللحظه عاد كيبقاو يجيوكم الافكار شنو نزيد هنا شنو نقص هنا، يعني كل واحد وكيفاش كيتصرف في ديك اللحظه. بالنسبه لدوك الكويرات فاني ما درت لا قالب لا حتى شي حاجه. كورت العجينه ديال الشكلاطه في يدي ودرتها في داك الملون مذهب اولا ديك الغبره ديال اللون الذهبي واللون الفضي، وخليت شي وحدين بالغوز وشي وحدين. المهم نتوما كتشوفوا الطريقه اللي ارتحيتوا فيها، وكتحطوهم بحال هكا من الفوق. كيجي المنظر ديالهم زويون صراحه. وكنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساونيش من اللايكات ومن التعليق الزوينين، والناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.